السلام عليكم حبايبي الصف الرابع. النهارده انا معاكم في درس جديد نبسط مع بعض الدراسات اسهل مع مس مها. النهارده احنا في الدرس الرابع من الوحده الاولى. الدرس عندنا بيتكلم على ايه؟ على محافظات مصر. تعالوا نشوف بسرعه الدرس بيتكلم عن ايه. محافظات مصر، تعالوا نشوف ايه مصر فيها كام محافظه. مصر يا حبايب قلبي مصر فيها كام محافظه؟ 27 محافظه. طيب محدش سأل نفسه ليه مصر فيها 27 محافظه؟ ها؟ عارفين ليه؟ عشان مصر كبيرة قوي، فبسبب ان هي مساحتها واسعة قوي وكبيرة فاحنا قسموها لنا ل 27 محافظة. يبقى لما يجي يقول لي هنا علل او فسر يوجد بمصر 27 محافظة، ليه يا ولاد؟ مصر فيها كام محافظة؟ 27. 27 كام؟ 27 محافظة. مالهم ال 27 محافظة؟ موجودين ليه في مصر؟ اشمعنى مصر فيها 27 محافظة؟ نقول بسبب ايه؟ بسبب اتساع مساحتها. يبقى هنا علل او يجي يقول لي فسر. علل يوجد بمصر 27 محافظة، ليه؟ بسبب اتساع مساحتها. بيفصل ما بين كل محافظة والتانية حدود. الحدود دي اسمها ايه؟ حدود إدارية. إذا السؤال هنا لما يجي يقول لك ايه هي الحدود الإدارية دي؟ الحدود الإدارية هي التي تفصل ما بين المحافظات وبعضها. ايه هي الحدود الإدارية؟ ما هي؟ ايه هي الحدود الإدارية؟ هي التي تفصل ما بين المحافظات وبعضها. طيب يبقى لما يجي يقول لي صح وغلط، بيفصل ما بين المحافظات حدود سياسية؟ غلط. ليه؟ علشان بيفصل ما بين المحافظات حدود ايه؟ إدارية. طيب أنا عندي هنا سؤال مهم قوي. انت يا بس قاعدة تقولي لنا محافظة محافظة محافظة، يعني ايه محافظة؟ لما يجي يقول لك هنا ما المقصود بالمحافظة؟ شايفين الكتاب هنا كاتب لك السؤال اهو ايه وكاتب الإجابة، ادي السؤال وادي الإجابة. يعني ايه محافظة؟ محافظة يعني مساحة من الأرض تضم ايه؟ مراكز وأحياء. بتضم حاجتين، مراكز وأحياء. يبقى ايه هي المحافظة؟ نقولها مع بعض تاني. هي مساحة من الأرض بتضم مجموعة من المراكز والأحياء. ايه تاني المحافظة؟ مساحة من الأرض تضم مجموعة من المراكز والأحياء. ايه اللي بيجي لي هنا السؤال هنا مش عارف؟ هيجي لك دي أكمل ودي أكمل. بيجي يعمل لك نقط ونقط، يقول لك تتكون المحافظة من، هي مساحة من الأرض تضم مجموعة من ايه وايه؟ اهو انا قايل له من المراكز أحياء. من المراكز والأحياء أهو، دول بيجوا لك أكمل. ويجي كمان التعريف برضو، السؤال اللي بيجي يقول لك ما المقصود بالمحافظة، وما المقصود بالحدود الإدارية، وكم يبلغ عدد محافظات مصر. ويجي كمان يقول لك فسر يوجد بمصر 27 محافظة، ليه؟ بسبب اتساع مساحتها. يجي يقول لك هنا اختر يوجد بمصر 27 ولا 28 ولا 29 محافظة. مصر فيها كم محافظة؟ 27. يفصل، يجي يقول لي تاني اختر، يفصل ما بين المحافظات حدود سياسية ولا إدارية ولا عالمية. نقول له ايه؟ إدارية. طيب أنا عندي مصر فيها 27 محافظة، يا ترى مين أكبر محافظة ومين أصغر محافظة؟ أكبر محافظة عندنا وهي الوادي الجديد. طب وأصغرهم؟ دمياط. أصغرهم دمياط، وأكبرهم الوادي الجديد. تعالوا نشوف كده. أدي أصغر محافظة عندنا أهي، هو كاتب لك هنا أهو أصغر محافظة مين؟ دمياط. أدي دمياط. يبقى السؤال هنا لما يجي يقول لك صح ولا غلط؟ دمياط أصغر محافظات مصر مساحة؟ أيوة طبعا صح. صح ولا غلط؟ الدقهلية أصغر محافظات مصر مساحة؟ غلط. ليه؟ علشان إيه الصح؟ دمياط أصغر محافظات مصر مساحة. ممكن الشاطر كده يدور لي على دمياط على الخريطة مكانها فين؟ ها شايفينها؟ فوق عند البحر المتوسط، وهي بعد بورسعيد كده. شايفينها كده متطرفة هناك عند البحر المتوسط؟ هي شايفينها؟ أيوة بالظبط هي دي اهي. ادي دمياط، هي المفروض جوه هنا كده شوية. دي أصغر محافظة من محافظات مصر. موجودة في الوجه القبلي ولا في الوجه البحري؟ أنا هنا عند فين؟ عند البحر، تبقى في الوجه الإيه؟ البحري. موجودة عند البحر، يبقى هي في الوجه البحري. أصغر محافظات مصر مساحة وهي محافظة دمياط، وهي من محافظات الوجه البحري.
طيب انا عندي محافظات مصر هنا. طب يا ترى استني يا مس، انت ما قلتلناش كمان هي مين اكبر محافظة؟ اكبر محافظة عندي يا ولاد وهي الوادي الجديد. شايفينها قد ايه؟ ادي الوادي الجديد، شايفين المساحة؟ ما شاء الله، ايه ده؟ دي اكبر محافظات مصر في المساحة، وهي الوادي الجديد. الوادي الجديد بتقع في انهي صحراء يا ولاد؟ شرقية ولا غربية؟ الصحراء الغربية. الصحراء الغربية. يبقى اكبر محافظة عندي مين؟ الوادي الجديد. اكبر محافظة عندي مين؟ الوادي الجديد. طيب واصغر محافظة قلنا مين؟ دمياط. طيب هنا لما يجي يقول لي هنا محافظات مصر مقسومة، مقسومة لثلاث انواع. ثلاث انواع، ثلاث انواع. بص كده، عندك الوجه البحري، وجه القبلي، الوجه محافظات الحدود الصحراوية. ناخدهم مع بعض واحدة واحدة. الوجه البحري انا عندي هنا 13 محافظة. 13 محافظة، وكلهم ناحية البحر، كلهم ناحية البحر، البحر المتوسط فوق. تمام. تعالوا نقولهم مع بعض، عددهم كام بس عشان نكون عارفين. عددهم 13. عددهم كام يا ولاد؟ 13 محافظة. دول وجه قبلي ولا وجه بحري؟ وجه ايه؟ بحري. عندك كام محافظة في الوجه البحري؟ 13. كام يا ولاد؟ 13. طيب انا عندي هنا ممكن نقرأهم مع بعض، يلا. القاهرة، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، قليوبية، دقهلية، منوفية، غربية، دمياط، كفر الشيخ، والبحيرة، وأخيرا وليس آخرا معانا مين؟ الإسكندرية. هحفظهم ازاي من اسمها؟ انا هتلخبط؟ لا مش هتتلخبط ولا اي حاجة. ليه هنتلخبط؟ الموضوع سهل وبسيط خالص. احنا هنعلمهم ازاي؟ شايفين؟ ادي ايه؟ قاهرة، سويس، قاهرة، سويس. وبعدين بقى شوفوا كده، الاسماعيلية، بورسعيد، ادي السين وادي السين، علموهم بكده. وبعدين بقى شايفين كده، شرقية، قليوبية، دقهلية، منوفية، غربية. فكلهم فيهم الايه؟ الياء والهاء المربوطة والتاء المربوطة. فاهمين؟ شايفين كده؟ تعالوا كده نقولهم مع بعض. قاهرة، سويس، اسماعيلية، بورسعيد، شرقية، قليوبية، دقهلية، منوفية، غربية، دمياط، كفر الشيخ، بحيرة. طيب ومحافظات الوجه القبلي كام يا مسمها؟ عشان انا نسيت. لا انت ما نسيتش، انا ما قلتش اصلا. هم 9. هم كام؟ 9 محافظات. مين ومين ومين؟ قالك على رأسهم الجيزة، وبعدها الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان. تاني نقرأهم مع بعض. الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان. ودي محافظات الوجه الايه؟ القبلي. اللي قلنا عددهم كام؟ مين اللي فاكر؟ 9. عددكم كام؟ 9. طب وجه البحري عددكم كام؟ 13. 13. طيب فاضل لي 5 علشان اقفل ال27 محافظة. الخمس محافظات وهم محافظات الحدود الصحراوية. يعني ايه حدود صحراوية؟ خلينا نقولهم الأول مع بعض وهفهمك. محافظات الحدود الصحراوية سهلين جدا، هم 5 محافظات بس. شمال سيناء، جنوب سيناء، بحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح. تعالوا كده بقى نجيبهم من على الخريطة. بصوا، ادي هنا عندي، هنصغرها شوية عشان تشوفوها. بصوا، انا عندي هنا ال5 محافظات بتوع الحدود الصحراوية. يعني ايه حدود صحراوية؟ شايفين كده؟ ادي ده حد صحراوي، ده حد صحراوي، ده الحد ده هو اللي بيفصل ما بين المحافظة بتاعتنا ودولة أخرى. مش محافظة ومحافظة، بفرق ما بين الحدود الصحراوية والحدود الإدارية. الحدود الإدارية اللي بتفصل ما بين المحافظة والتانية اللي هي دي، شايفينها؟ دي كده اللي هي الأحمر دي. طيب إيه هي الحدود الصحراوية اللي بتفصل ما بين المحافظة ودولة أخرى؟ شرحتها لك أهي. عندك في مصر كم محافظة بقى؟ أول حاجة عندك هم 5 محافظات. أدي 1، 2، 3، 4، 5. 1 مطروح، 2 الوادي الجديد، 3 البحر الأحمر، 4 شمال سيناء، 5 جنوب سيناء. ودول محافظات الحدود الصحراوية. طيب أنا قلت هنا لو تفتكروا، قلت هنا أنا عندي دولتين بنشترك معاهم
في الحدود الصحراوية. ايه هم يا ترى الدولتين دول؟ برافو، السودان وعندي دولة ليبيا. السودان ودولة ليبيا. تعالوا نشوف اللي بعد كده. بعد كده جايب لي بقى، شوف بقى هنا ايه، الكتاب لذيذ وجميل وبيبسط عليا. بيقول لك هنا، شايفين السؤال بيقول لك ايه؟ ما المقصود بمحافظات الحدود الصحراوية؟ ايه اللي مقصود بمحافظة الحدود الصحراوية؟ هي المحافظة اللي بتشترك في حدودها مع دولة أخرى. لسه حالا قايله لك الدولة دي بعيدة عن مصر ولا جنبها على طول؟ لا، ده جنبها ولازقة فيها كمان. عندنا هنا، من هنا عندنا ليبيا، ومن تحت كده عندنا مين؟ السودان. يبقى ايه هي محافظات الحدود الصحراوية؟ اللي بتشترك في حدودها مع دول أخرى، مع دول أخرى. ايه تاني؟ عرف ما المقصود، وضح. كل دي أسئلة بتيجي في الصورة دي وهي الإجابة واحدة. لما يجي يقول لك ما المقصود أو عرف أو وضح أو إيه العلاقة ما بين محافظات الحدود الصحراوية والدول المجاورة، أقول له إيه؟ هنقول هي المحافظات التي تشترك في حدودها مع دول أخرى مجاورة لمصر. طيب احنا كده خلصنا الحدود. تعالوا كده نشوف كده. دخلنا على حاجة حلوة قوي يا ولاد، دخلنا على الجي بي اس. ايه الجي بي اس؟ كلنا واحنا راكبين في الطريق واحنا رايحين المصيف او احنا رايحين مشوار مش عارفينه، بابا وهو بيسوق العربية او ماما بتسوق العربية، انا مش عارفة الطريق، فعلى طول بطلع الماب بتاعتي من على الموبايل وبكتب العنوان اللي انا عاوزه، وبالتالي بيظهر لي يقول لي ايه؟ تقدم، سير بالاتجاه الشمال، لا حضرتك خد يمين، لا اتجه يسار. صح كده؟ هو بالظبط هو ده الجي بي اس. ايه هو نظام الجي بي اس؟ قال لحضرتك، شوفوا كده، تعالوا نقرأ مع بعض. تعالوا، بيقول ايه؟ يمكنك تحديد المواقع الأماكن المختلفة وموقع محافظتك من خلال نظام تحديد المواقع العالمي. تحديد المواقع العالمي. ايه هو تحديد المواقع العالمي؟ اللي هو ايه؟ جي بي اس، اختصار لكلمة جلوبال بوزيشن سيستم. جلوبال بوزيشن سيستم. وهو عبارة عن ايه؟ ده التعريف اهو، من اول هنا كده احنا بدأنا التعريف. تعالوا كده نشوف التعريف مع بعض. التعريف بيقول لك ايه؟ عبارة عن نظام لتحديد المواقع. ازاي يعني؟ قال لك عندما تدخل اسم المكان او العنوان هيساعدك. ازاي هيساعدني؟ هيساعدك على تحديد اتجاهات السير للوصول الى المكان. حالا لسه قايله لكم، قلت لكم لما هنطلع الموبايل او هنطلع التاب او ايا كان الجهاز اللي احنا بنستخدمه، هنكتب عليه اسم المكان اللي احنا عاوزين نروحه او العنوان، هو بالتالي هيظهر لي الماب بتاعتي اللي هي الخريطه بتاعتي، وهيبدا يوضح لي امشي في اي اتجاه. يبقى ايه هو نظام الجي بي اس؟ حدد او عرف او ما المقصود بنظام الجي بي اس. هو نظام لتحديد المواقع. نظام لتحديد المواقع. لما يجي يقول لك وضح لي ازاي بيساعدني، قال لك هنقول عندما تدخل اسم المكان او العنوان، ايه اللي هيحصل؟ هيساعدك في ايه؟ يساعدك في تحديد اتجاه السير للوصول الى المكان. يساعدك في تحديد اتجاه السير للوصول الى المكان. طيب لما يجي يقول لك هنا اهو، اختبر نفسك. يا سلام، اختبر نفسي طبعا. بيقول لي ايه؟ اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة الخطأ. تفصل الحدود الدولية بين محافظتي والمحافظات المجاورة؟ طبعا غلط. ليه؟ عشان هي مش الدولية، هي الايه؟ الإدارية. تفصل الحدود الايه؟ الإدارية. يبقى هنا لما اكتب هنا صح ولا غلط؟ لا، انا طبعا هكتب هنا ايه؟ غلط. اكبر محافظات مصر هي محافظة الوادي الجديد. مين اللي فاكر؟ ها، صح ولا غلط؟ ايوه، برافو عليكم، صح. طيب محافظة مطروح من المحافظات الحدودية؟ طبعا، لان بتشترك في حدودها مع دولة ايه؟ مع دولة ليبيا. طيب لما يجي يقول لي هنا أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة. تعد محافظة أسوان من محافظات الوجه. هي أسوان دي فوق عند البحر؟ لا، تبقى مش بحري. طب هي من الخمسة بتوع الحدود الصحراوية؟ لا، تبقى الوجه الإيه؟ القبلي. قبلي. تمام. طيب لما يجي يقول لي هنا باء أصغر محافظات مصر، هي محافظة مين؟ ها؟ دمياط. برافو، دمياط. خلوني أوسع هنا كده عشان نعرف نكتب. دمياط دي أصغر محافظات مصر إيه؟ مساحة. تعالوا نشوف اللي بعد كده. تاني حاجة بيقول لي عاصمة مصر. إيه عاصمة مصر؟ كل دولة ليها عاصمة. يعني إيه عاصمة؟
يعني بيكون فيها مركز الحكم، بيكون فيها اغلب الوزارات، بيكون فيها اغلب المصالح الحكوميه. تعالوا نشوف عاصمه مصر ايه يا ولاد. عاصمه مصر هنا القاهره. عاصمه مصر الايه؟ القاهره. قال لك تعد محافظه القاهره عاصمه جمهوريه مصر العربيه. تم اختيار القاهره عاصمه للبلاد لفترات طويله على مر التاريخ. ليه اشمعنى القاهره؟ ليه ما اخترناش محافظه تانية؟ ليه يا ولاد تفتكروا ليه؟ قال لك موقعها متميز. اشمعنى موقعها متميز؟ لأنها نقطة التقاء الوجه البحري بالوجه القبلي. نقطة التقاء الوجه البحري بالوجه القبلي. ازاي يعني؟ انا مش فاهم، هوضح لك حاجة. احنا لسه حالا بنقول ايه؟ ان القاهرة هي الايه؟ العاصمة. فقال لك اصل هي ايه؟ اشمعنى هي القاهرة اللي اخترناها؟ ليه ما اخترناش مثلا القليوبية اهي؟ ليه ما اخترناش مثلا الفيوم؟ ليه ما اخترناش الجيزة؟ اشمعنى القاهرة؟ قلنا القاهرة بسبب موقعها المتميز. بسبب موقعها الايه؟ المتميز. ايوه ماله موقعها يعني؟ ايه اللي حلو فيه؟ قال لك نقطة التقاء ما بين الوجه البحري والوجه القبلي. فين الوجه البحري؟ كل الاخضر ده وجه بحري، من اول البربل ده اللي هو البنفسجي ده، هو ده الوجه الايه؟ القبلي. فشايفين القاهرة فين يا ولاد؟ اهي اللي انا شخبطت عليها دي حالا، هي دي. فقال لك دي نقطة التقاء ما بين الوجه البحري والوجه القبلي. فعشان كده احنا اخترنا مصر عاصمة للبلاد، يبقى بسبب موقعها المتميز. ايوه ايه اهميته يعني الموقع ده؟ نقطة التقاء ما بين الوجه البحري والوجه القبلي. قام جاي كمان بقى ما كفهوش ان هي نقطة التقاء، قال لك اصل هي مميزة. ايه اللي بيميزك يا قاهرة؟ فيها 3 حاجات مهمين قوي. اول حاجه عندنا فيها معظم الوزارات. معظم الوزارات موجوده فين؟ في القاهره. معظم الوزارات موجوده في القاهره. يعني ايه وزاره؟ كل حاجه عندنا في البلد يا ولاد لازم يكون في حد مسؤول عنها. فعندنا مثلا التعليم لازم يكون له وزاره ووزير مسؤول عنه كله. لازم عندنا مثلا الصحه، عندنا وزاره شامله بحاجه زي كده وفي واحد مسؤول عنها. الرئيس بيكون مسؤول عن الوزراء دول كمان، هم مسؤولين، كل واحد مسؤول عن حاجة معينة، وبالتالي في كمان اللي مسؤول عنهم. كل ده ليه؟ عشان نقدر ننظم البلد بتاعتنا وان احنا نوصل لأعلى المكانة. فأول حاجة هنا بيقول لك من أهم مميزات القاهرة مالها؟ تتركز فيها معظم الوزارات. ادي واحد. طب 2، مركز تجاري وصناعي وثقافي. يعني ايه مركز تجاري وصناعي وثقافي؟ يعني في عندنا مثلا حته في القاهره المفروض ان هي موجوده، مثلا الكتب اللي احنا بنذاكر منها دي موجوده فين؟ موجوده في حته اسمها الفجاله. شايفين الفجاله ده اهي؟ اللي هي بتاعت اللي بيصنعوا فيها الكتب الخارجيه اللي احنا بنذاكر منها، او عامه بيطبع فيها الكتب. دي بتتوزع على المحافظات كلها، ومركزها فين؟ في القاهره. ادي تجاره وصناعه. اصلا الصناعه اللي هم طبعوا الحاجه هناك عندهم. طب فين التجاره؟ تتوزع ما بين المحافظات. فقال لك قال لك القاهرة مالها؟ مركز تجاري وإيه؟ وصناعي وثقافي.